فرحان جدا ان في ناس طلبت الفيديو ده. انا فكرتكم نسيته بصراحه، لكن في كذا حد فكرني اني اعمل الفيديو ده. للاسف كل سنه بصوره متاخر، والسنه دي كمان صورته متاخر اكتر من السنه اللي قبلها، فمعلش عامه. يعني انا دلوقتي بصوره متاخر وبرضه هينزل لكم متاخر شويه، بس عامه انا بعمله اهو. وانا بدات خلاص سنه رابعه، فطبعا انتوا فاهمين الضغط مع الفيديو مع المونتاج والتصوير بتاع اليوم ده. اصلا الفيديو ده بالذات انتوا هتشوفوا من خلاله قد ايه هو بياخد يمكن تصوير يوم كامل، من خلال حتى الاضاءه، لان هتلاقوا اضاءه الشمس مع اضاءه الرينج لايت هتختلف مع مرور اليوم، لاني بصور على مدار اليوم ويمكن كمان على يومين، لانه بياخد وقت وكده. ولو عايزين تفهموا اكتر الفيديو بيبقى عباره عن ايه، او الناس اللي طلبته ليه، ده بيبقى عباره عن الفيدباك بتاعه السنه الدراسيه اللي انا مريت بيها. لو عملتوا فلاش باك كده في القناه هتلاقوا فيديو الاعدادي، وهتلاقوا فيديو الاولى جرافيك، هسيبها لكم طبعا في الايه اللي هتطلع من فوق، وهسيبها لكم في اخر الفيديو لو حابين تتفرجوا عليه. عندنا 4 مواد مشتركين بين الترمين، و5 مواد بيتوزعوا على الترمين، وطبعا في منهم نظري وعملي. الترم الاول خدنا حفر وطباعه ورسم وتكوين وبرامج حاسوب ومنظور حر، وبقيه المواد تصميم جرافيكي، مناظر خلويه، وتكنولوجيا الحفر الغائر. والترم الثاني خدنا حفر وطباعه، رسم وتكوين، منظور هندسي، برامج حاسوب، وخط عربي، ورسم سريع، وتاريخ. اللي لاحظته في سنه ثالثه ان انا بدات افهم طبيعه الكليه وطبيعه المشاريع وطبيعه الضغط، بدات اتاقلم عليه، او بمعنى اصح مش هتاقلم عليه لان احنا اوريدي متعودين عليه من اعدادي، لكن بتبداوا خلاص ده تعود لدرجه يعني بنسبه 100% انتوا مش مستغربين انتوا بتعملوا ايه. خلاص جسمكم اخد على التعب والسهر وكل الحاجات دي. كمان فهمتوا طبيعه المشاريع عايزه منكم ايه، فهمتوا المشروع الدكتور طالبه عايز يشوف منك فيه ايه، بدأت تفهم طبيعة الدكاترة، حاجات كتير كده. وعلى فكرة سنتين في فنون جميلة دي فترة مش كبيرة عشان نفهم الكلية، يعني دي فترة برضو قليلة. يعني في ناس ممكن تقولي بعد سنتين نبدأ نفهم طبيعة الكلية. كلية فنون جميلة فيها حاجات كتير قوي عكس الطبيعي، فاحنا بنبدا يعني نفهمها مع مرور الايام ومع مرور الممارسه. بنبدا نفهمها. الدكتور ممكن يطلب منك مشروع معين عشان يشوف حاجه معينه في المشروع بتاعك، مش عشان تعمله مشروع والسلام. فحاجات كتير كده هشاركها معاكم النهارده. للناس اللي ما تعرفنيش او دخلت القناه معانا جديد، انا اسمي نادر عزيز فتح الله، بعمل فيديوهات عن فنون جميله او الفن بشكل عام. وفي الفيديو ده بالذات بعلق المشاريع بتاعت السنه كلها على الحيطه، وبنتكلم عنها او حبيت فيها ايه، ما عملتش فيها ايه كويس كان نفسي اعمله، وكل الحاجات دي. نسيت اسالكم ايه رايكم في الكلام بالمايك. اللي عايز بس اكد عليه ان احنا كل يوم بنكبر، وكل يوم بنتعلم، وكل يوم بنتودك في الحياه، وبنعرف حاجات جديده عادي. ولحد سنه 5 ولحد ما تكبروا، ولحد امتى هنفضل كل يوم بنتعلم. مفيش حد بيبقى عنده المعلومه بنسبه 100%. كلنا بنتعلم مع مرور الايام ومن اخطائنا ومن كل حاجه. فخلونا كده نركز شويه. هقول لكم حاجات مهمه تاخدوا بالكم منها لو انتوا داخلين سنه ثالثه، ايا كان بشكل عام او سواء داخلين التخصص بتاعي. يلا بينا. ماده حفر وطباعه من اكتر المواد اللي دايما بتكلم عنهم في فيديوهاتي. انا عملت فيديوهات كتير جدا عنهم، ويمكن سبب شهرتي على تيك توك كان بسبب الماده دي. بجد حفر وطباعه من اكتر المواد اللي انا بحبها. مشكلتها الوحيده ان هي بتحتاج مجهود عصبي وذهني وجسدي وحاجات كتير جدا، وقدرة تحمل مش طبيعية، لانك تقعد في المطبعة يوم كامل تقعد تطبع وتحفر وتعيد وتعمل تستات وتطبع. بالذات الحفر الغائر، يعني الحفر الغائر هو مش هقول لكم اصعب، لان هو فيه برضو في مميزات وفي مش هنقول عليها عيوب، بس حاجات برضو صعبة، وده موجود في اي حاجة مش في المادة دي بس المادة دي بجد انا كنادر بستمتع بيها. لكن الارهاق واحد طبعا، يعني هي مرهقة بس متعب، جميلة بس مرهقة، او ممتعة بس مرهقة. يعني انا دايما بقول الجملة دي على بعضها كده في الحفر عامة. بس الحفر الغائر ممتع بكتير عن الحفر البارز، وطبعا كل واحد ورأيه الشخصي. يعني على فكرة دي مشاريع الترمين، ما تستغربوش ان هم 5 مشاريع بس، لاني لما تيجوا تشتغلوا زنك هتفهموا قد ايه المشروع الواحد بياخد. يعني يمكن شهر، يمكن اكتر، يمكن اقل، على حسب طبعا المشروع. كمان بصراحه بالنسبه لاول سنه الدكتور بصراحه درست لنا الماده دي، يعني دكتور مشكوره جدا جدا جدا. هي بجد فهمتنا عملي مش كلامه خلاص، لان الماده دي في الترم الاول قلت لكم في اول فيديو ان في ماده اسمها تكنولوجيا الحفر الغائر. الماده دي هي الماده دي بس نظري، يعني اللي يدرس بيعمل عادي مشاريع الكليه بتاعه الحفر الغائر دي اللي هي عملي، مش محتاج يذاكر الماده النظري، ان هو نفس الموضوع. يعني بيقول لك احنا بنعمل ايه عشان نحفر كذا، عادي حاجه انت اوريدي عملتها بايدك فانت فاهمها، انت مش محتاج اصلا تذاكر الماده دي اصلا، انت اوريدي انت فاهم انت بتعمل ايه عملي، فانت تعرف تجاوبها نظري ايا كان السؤال عادي. كمان الدكتور بقول لكم حببتنا في الماده، وكانت بتشرح لنا ومديالنا وقتنا فيها بصراحه. انا بحب الحفر الغائر جدا، وده الحفر الغائر على الزنك، ده قالب من القوالب. في طبعا حفر غائر السنه دي برضو على قالب تاني لسه ما خدتوش ولسه ما اتعلمتوش، وكالعاده انا عشت وحنا ربنا السنه الجايه هعمل لكم فيدباك عن سنه رابعه ان شاء الله، يعني نخلصها على خير، وهكلمكم برضو عن الحفر. بس انا دي اكتر ماده بحبها.
انا عارف اني طولت شويه في الماده دي، بس عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. اللي يعرفني وقريب مني جدا كان عارف ان انا ما كنتش عايز ادخل تصميمات، وده مش بسبب حاجه غير ان انا عندي حساسيه، وروايح المطبعه والزنك والبرد بتاع الزنجايه والحاجات دي كانت بتاثر عليا صحيا اصلا، فما كنتش عايز ادخل تصميمات بسبب حاجه زي دي. وعلى فكره فرقت معايا على 5% ان انا ادخل رسوم. بس عايز اقول حاجه مهمه هنا، انا ما دخلتهاش، ما انكرش ان انا زعلت، بس زعلت ساعتين وبقيت كويس بعدها عادي. بس بعدين فهمت تدبير ربنا في ان انا ادخل الشعبة اللي انا ما كنتش عايز ادخلها، واكتشفت ان انا ناجح جدا فيها، وكل يوم بزداد نجاح في الشعبة دي. واصحابي قالوا لي ان انا هقول كده السنة الجاية، وفعلا انا قلت كده، ان دي حاجة فعلا حصلت لي، ومستواي اتطور جامد جدا في تصميمات. واوريدي فهمت حاجات كتير انا ما اعرفش كنت هفهمها. حاجات كتير طبعا اتغيرت، بس كانت مشكلتي مع تصميمات البهدله بتاعه المكان. يعني التصميمات دي هتخليك اوضتك متبهدله، هتخليك اوضتك في السكن متبهدله، واوضتك في البيت وبيتك والسكن. التصميمات بصراحه بتخلي الدنيا حوالينا كتيره كده. فانا مشكلتي بس مع الحوار ده ان انا عندي كده هسوس، فما بحبش حاجه تبقى كده. فدي حاجه برضو كانت تعباني شويه، بس كمجال انا بحبه جدا جدا جدا، وان شاء الله يعني اكلمكم عنه بزياده. وزي ما قلت لكم يمكن المجال ده اكتر مجال عرف الناس بيا على مواقع التواصل الاجتماعي. ندخل على الماده اللي بعدها، وكفايه كلام عن الحفر والطباعه، بحبه جدا. فاصل مهم جدا. ليه يا نادر ماسك المايك وانت بتتكلم مش معلقه؟ عشان وانا معلقه حاسس ان الصوت مش طالع احسن حاجه، مش عارف ليه، يمكن نفسيا بس مش عارف، لكن انا حاسس ان وهو كده احسن. فنكمل كده ونبقى نشوف الموضوع ده بعدين. لا انا مش عايزكم تزهقوا، احنا بناخد 20 دقيقه ولا حاجه في الماده دي، في قصدي بناخد 20 دقيقه في الفيديو ده، فمش عايزكم تزهقوا، لسه بدري. هو انت عملتوا سبسكرايب ولا لسه؟ طب انزلوا اعملوا لو سمحتوا، انزلوا اعملوا، ما ينفعش كده. بعد ما شلت اللوح من على الحيطه افتكرت ان انا نسيت اقول لكم ان دي نسخ واحده بس اللي معانا. احنا النسخ الاحسن من دي بتبقى مع الدكتور، هي محجوزه، عشان الحمد لله انا يعني تقريبا كل نسخي كل مشاريعي محجوزه يعني وكده. فعشان كده يعني دي نسخ تعتبر ايه ال البديله، انما النسخ الاحلى من دي كلها مع الدكتور محجوزه. كمان هتلاقوا الصور كلها على الانستجرام، لو عايزين تتفرجوا هتلاقوا لينك في الديسكربشن بوكس، وهتلاقوا كل الفيديوهات بتاعت كل المشاريع بتتعرض في اخر الفيديو خالص، عشان ايه احاول ان انا ما اطولش، هحاول بس ما اوعدكوش. حاسس ان انا محتاج اتكلم عن الماده اكتر من كده، بس هنشوف الموضوع ده في فيديو تاني. نسيت كمان اقول لكم ان انا عامل سلسله مبدئيه عن الحفر الغائر على الزنك، الادوات وازاي نحفر وازاي نطبع، هتلاقوها برده هنا في القناه، هيبقى في كوليكشن كده او بلاي ليست، هسيبها لكم برده عشان لو حابين تتفرجوا عليها في اخر الفيديو. ماده تصميم جرافيكي، الماده دي كنا بنتعلم فيها برضو ازاي نحط العناصر بتاعه التصميم مظبوطه، لان احنا اوريدي السنه اللي فاتت درسنا ازاي نعمل تصميم جرافيكي. احنا كنا بنشتغل الوان وحبر زي ما انتم شايفين. انا بطبيعتي كنادر بحب الحبر جدا وبحب الالوان برضو، بس بحب الحبر اكتر بصراحه، لكن الالوان برضو بحب افكر فيها جدا، وبحب اشوف الدرجات اللي انا عايز احطها. يعني زي ما انتم شايفين كده ممكن تحسوا قربت تقع، زي ما انتم كده شايفين ممكن تحسوا ان الالوان لاقه مع بعضها، مش عارف ايه، كل ده بنبدا نتدرب عليه. وحتى لو في حاجه مش لاقه على بعضها عادي، احنا بنتدرب وبنتعلم، وكل يوم بنتعلم زي ما قلت لكم. وفي حاجات ما بنكتسبهاش غير مع الخبره والممارسه، مفيش حاجه بتيجي من اول مره. عادي انك تغلط في مشروع واثنين وثلاثه واربعه وعشرة. المشكله هنا في ان للاسف بيتثبت مستواك عند اول نقطه، رغم اللي هو انطباع، يعني في انطباع بيتاخد عنك انك مثلا ده مستوى، فالانطباع الاول بيدوم شويه، فدي بتبقى مشكله ان انت عقبال ما بتتعلم وبتعمل حاجه كويسه اللي انت عايز تعملها، للاسف بيفضل درجتك ثابته. بس يعني مش مستحيل، بس صعب انك تطلع منها، بس ان شاء الله نطلع منها كلنا على خير ونعمل شغل حلو. الماده دي انا برضو حبيتها، لاني انا بحب زي ما قلت لكم برضو الالوان، بس كانت بتاخد وقت كبير قوي. اصلا تفكير انك تحط الدرجه اللي تليق مع الدرجه والحاجات دي فيها تفكير. زي ما قلت لكم حتى لو في ريفرنس، فالماده برضو بتاخد وقت وتركيز وارهاق وكل حاجه. فنون جميله كلها ارهاق جسدي ونفسي وعصبي وكل حاجه، بس طول ما انتوا بتعملوا حاجه بتحبوها هتتجاوزوا الامور والصعاب اللي بتشوفوها. ندخل على الماده اللي بعدها. الدنيا ليلت ولسه ما خلصتش 3/4 الفيديو. ماده مناظر خلويه، الماده دي بنرسم كادر بعينينا كده، بنشوف منظور معين ونقعد نرسم منظور حر، بس بيبقى ايه مناظر خلويه، يعني ايه اي حاجه، يعني تقعدوا في اي حته ترسموا الشجر اللي فيها دي، بتخلوا كده مع نفسك وتختار كادر كده مميز كده وكادر مظبوط وتقعد ترسم فيه. فاهمين قصدي؟ لان في ماده ثانيه اسمها منظور، دي المنظور الهندسي بس حر. الاثنين شبه بعض، يعني انا مش شايف فرق كبير. الفرق ان احنا كنا برضو بنرسم كادرات برضو من الكليه، بس بخامات كتير مختلفه، بس كده. يعني انا هوريلكم كده من يعني من بعيد عشان الفيديو طول، فانا عايز اختصره اكتر من كده. انما دي كانت ماده مناظر خلويه، برضو كانت ماده جميله جدا، بس المشكله ان احنا كنا بنرسمها بايه، يعني بنتنقع في الشمس لان بتبقى خارجي.
فكده يعني انا مش عارف هو ليه المشاريع قليله كده، بس يعني انا مش عارف، ما لقيتش غير دول وواحده كده يعني كلها اكواريل. كان جزء زرع كده، استنوا اوريلكم كده، بس هو مش خلصان، بس كده مفيش حاجه تانية. انما الوحيده اللي انا كنت مفنشها وبحبها جدا اللوحه دي، كنت عاملها في يعني كان مزاجي يعني حلو وانا بعملها بصراحه، كانت دي. بتكلم بصراحه جنب لوحي بحس ان ده معرضي، يعني انا اصلا بقصد اعمل الفيديو ده من اول سنه عشان احس ان انا بعمل معرض لنفسي في الاوضه بتاعتي. دي ماده رسم وتكوين، رسم زي اي رسم انتوا بترسموه طبيعه صامته يعني، بس الفكره ان احنا التكوين بالنسبه لنا في سنه ثالثه كده زاد، يعني بقى في تماثيل وطبيعه صامته وحبل ومش عارف ايه التكوين زاد وبقت حاجات اصعب، زي ما كانت زي مفرمه اللحمه المفرومه دي، تفاصيل ثبت حاجات كده ايه يعني مش صعبه، بس بقت مجهودها اكبر بكتير من القله والازازه والقماشه اللي احنا متعودين عليهم وكده يعني. المهم ان انا كده مستواي اتطور، افتحوا فيديوهات اعدادي وسنه اولى جرافيك كده، انا مستواي اتطور، انا هنا بقيت بجيب درجات اقل من اولى جرافيك واعدادي كمان. هوريكم بقى الرسم بتاع الترم الثاني. زي ما انتم شايفين دي مشاريع الترم الثاني بتاعه الرسم، واظن برضو انتم شايفين التطور اللي في الرسم بين الترم الاول والترم الثاني، وبرضو عايزكم تشوفوا فيديوهات اولى جرافيك واعدادي وشوفوا الفرق بين المستوى. وهنا بجيب نفس الدرجات ويمكن اقل كمان، بس زي ما قلت لكم عايز اعلمكم بقى حاجه مهمه من خلال الفيديو. طالما بداتوا سنه ثالثه حاولوا بقى تريحوا كده دماغكم من موضوع الدرجات. اجتهدوا عادي، انا ما بقولش كده، بس تجتهدوا بقى خلاص، ركزوا عشان نفسكم. احنا بنقعد نتسابق وفي صراعات ومش عارف ايه عشان ندخل القسم، وبعد القسم نفضل نبذل يعني اكثر ما عندنا عشان خاطر ندخل الشعبه. فيعني خلاص دخلنا الشعبه، مش هقول لكم تريحوا اللي هو ما تجيبوش درجات، لا هاتوا، بس اهتموا بقى انكم تتعلموا. احنا كل ده في سباق في ماراثون عشان نجيب القسم، لكن احنا دلوقتي عايزين نتعلم بجد، فركزوا. يعني انا مستواي اتطور، انا مستواي بيتطور لنفسي، لكن الدرجات ما لهاش اي علاقه بمستوى تطوري. لو مستواي بينزل مش هجيب الدرجات اللي انا بجيبها دي ابدا، يعني فاهمين؟ فكمان غير كل اللوحه اللي ورا دي بتاعه الترم الثاني، في بقى واحد فرخ انا مش عارف اعلقه، فانا هوريه لكم ثواني. انا مش عارف هو باين ولا لا، بس بصوا قد ايه. هحاول احط لكم الصوره مفروده ان هو مش هينفع يتعلق، يعني خلاص ما عادش في مكان كده. ده الرسم بتاع الترم الاول والترم الثاني. عايزين تشوفوا اي مشاريع من المشاريع اللي انتوا شايفينها في الفيديو دي، تدخلوا على الانستجرام، لو ما لقيتوهاش كبوست هتلاقوها في الهايلايتس. انا بعمل دايما هايلايت للسنه كلها، هتلاقوا من ثانويه عامه وانا بعمل هايلايتس في الانستجرام، فادخلوا اتفرجوا براحتكم بقى في وقتها، في وقت الضغطه، شوفوا الكواليس عامله ازاي. هو سيبكم بقى من كل اللي فات، انا المشروع ده بالذات اللي لما شفت درجته كنت بجد هجرالي حاجه، يعني اللي هو انا مش فاهم ازاي اجيب درجه في مشروع زي ده، يعني شبه متفنش بجد. انتوا مش متخيلين الدرجه اللي انا جبتها فيه يعني. فحاولوا لو عايزين تتناقشوا في الكومنتات كده اتناقشوا، وانا هرد عليكم على قد ما اقدر يعني. ف تخيلوا كده جبت كام في المشروع ده بالذات. طيب اختصارا للوقت احنا هنكمل كده عشان النور قرب يقطع كمان نص ساعه. فالمهم دي كانت ماده المنظور الحر، كنا بنعمل برضو كادرات من غير ما نستخدم المسطره، وكانت حر زي ما قلت لكم بكذا خامه، وفي اكتر من يعني ضعف دول مره ونص مرتين، بس انا مش عارف هما فين. هما اتصححوا وخدنا درجاتهم بس معيش الواحده نفسها، ما اعرفش بقى بصراحه هي في الكليه ولا ضاعت ولا ايه، مش عارف. بس هم دول اللي اتبقوا معايا، بس اللي ضاعوا احلى 100 مره من دي. لو لقيت صور هحط لكم الفيديو في المونتاج، لكن انا عندي صور كتير احلى يعني انا عامل شغل احلى من ده بمراحل بصراحه، بس هو فين انا مش عارف. دي الماده بتاعه المنظور الهندسي بتاعه الترم الثاني. اللي متابعني على الانستجرام هيلاقيني وانا اوريدي بعمل المشاريع دي يعني في وقتها، وانا بشرح لزمايلي كنا بنشرح لبعض اصلا، لانها كانت ماده تقيله شويه علينا كلنا، يعني كانت هندسيه زياده عن اللزوم يعني، واحنا فنانين ما تنسوش. فالمهم يعني هي دي بقى ماده الترم الثاني. معلش انا مش لاقي برضو غير لوحدي، لان انا رسمت على اغلب ظهرهم، فمش لاقي غير دول عامه يعني، بس برضو تمام. دي ماده خط عربي، كنا برضو بنعمل تصميم بس باستخدام الحروف العربيه بس كده، كنا عاملينها بالحبر زي ما انتم شايفين، وفي 2 اكواريل ودي كانت زياده، انما كل ده بالخطوط العربيه. يعني المفروض ان دي خطوط عربيه، بس احنا عشان فكرنا السريالي شويه فعاملينه كده. ده وده كانوا اكتر 2 عاجبيني بصراحه، وده اعلى درجه عندي. دي ماده رسم سريع اللي هي بتاعه الكروكي وكده، اللي هو بنرسم اشخاص في اوضاع مختلفه. في الفرخ، في دول كمان، وفي ظهرهم برضو. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي. لو احتجتوا اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، ولو بتسالوا عن اي حاجه ابعتوا لي على الانستجرام. لو في حاجه عايزين تعدلوها معايا برضو ابعتوا لي على الانستجرام، وهتلاقوا كل اللينكات في الديسكربشن بوكس، واتفرجوا على كل الفيديوهات اللي انا سايبها لكم عشان هتفيدكم. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. معلش انا بجري ان النور خلاص بيقطع. باي باي.